صوت الصحافة، نبض الخبر. زلزال روشن الاقتصادي، هل يغير الاستثمار الرياضي مستقبل المملكة للأبد؟ عندما تعاقد النسر مع كريستيانو رونالدو ظن البعض أنها مجرد صفقة تسويقية عابرة، لكن بعد عامين اكتشف العالم أننا لا نتحدث عن صفقات لاعبين، بل عن إعادة هندسة لخارطة الرياضة العالمية. واليوم في صوت الصحافة نغوص معكم في كواليس هذا الحراك الكبير لنعرف من أين تأتي كل هذه الأموال وأين تذهب، والأهم من ذلك كله، هل نحن أمام مجرد حدث رياضي عابر أم أن المملكة تضع حجر الأساس لتحول اقتصادي سيمس مستقبل صناعة الترفيه في المنطقة للأبد؟ تاريخياً كانت الأندية السعودية تعتمد بشكل كلي على الدعم الحكومي المباشر، لكن في عام 2023 تغيرت قواعد اللعبة تماماً. بقرار استراتيجي تم نقل ملكية أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة. هذه الخطوة لم تكن مجرد إجراء إداري، بل هي تحويل للنادي من جمعية رياضية إلى شركة ربحية تهدف لرفع القيمة السوقية للدوري من 3 مليارات ريال إلى أكثر من 8 مليارات ريال بحلول عام 2030. لماذا تدفع الأندية السعودية هذه المبالغ الفلكية؟ السر يكمن في استراتيجية اقتصادية تعرف بأثر الهالة. استقطاب النجوم ليس مجرد استعراض فني، بل هو المحرك لرفع قيمة حقوق البث التي تباع اليوم لأكثر من 140 دولة. هذه الهالة الإعلامية هي التي جذبت كبرى الشركات العالمية في قطاعات الطاقة والطيران، وحولت المدن السعودية إلى وجهات للسياحة الرياضية، حيث لم يعد المشجع يأتي للملعب فقط، بل ليختبر تجربة اقتصادية متكاملة كانت في السابق حكراً على الملاعب الأوروبية. لكن هل هذا الإنفاق مستدام؟ لغة الأرقام تعطينا الإجابة. قبل هذا التحول كانت إيرادات الدوري لا تتجاوز 450 مليون ريال، لكن المستهدف الآن هو القفز بهذا الرقم ليصل إلى 1,800 مليون ريال سنويا. الطموح هنا هو نقل الدوري السعودي ليحجز مكانه رسميا ضمن أفضل 10 دوريات في العالم، والاعتماد كليا على التمويل الذاتي من خلال التذاكر والمتاجر وعقود اللاعبين، تماما كما تدار أندية البريمير ليج العالمية. بالطبع الطريق لا يخلو من التحديات، وأكبرها خلق توازن يضمن استمرار المنافسة بين الجميع. إن اقتصاد دوري روشن هو جزء من رؤية ضخمة لتنويع مصادر الدخل، حيث تشتري السعودية اليوم مقعدا دائما على طاولة الكبار في أكبر صناعة ترفيهية في العالم. كان معكم صوت الصحافة، رصدنا لكم زوايا الخبر وننتظر منكم قراءة ما وراءه. برأيكم، هل سيصبح الدوري السعودي خلال 5 سنوات من ضمن أقوى 5 دوريات في العالم اقتصاديا؟ شاركونا رؤيتكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك لتكونوا دائما في قلب الحقيقة. صوت الصحافة، نبض الخبر.